السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات شهوة زهراء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الكيتشوب. كما كتشوفوا بان العنوان شويه ملفت للنظر. فعلا كيتشوب من غير طماطم مركزه او طماطم، يعني فقط ان شاء الله باذن الله غادي نصوبوه بطريقه يعني اقتصاديه جدا، يعني تعمل لكم بزاف ديال التوفيرات. وهاد الصلصه هذه تصوبوها ناتورال 100%، وخا تعطيوها لوليداتكم يعني ان شاء الله ما كاينش حتى شي ضرر عليهم. هاد الصلصه هذه باش تعرفوا عليها وعلى طريقه المقادير ديالها وباش مكوناتها، نتمنى منكم تتبعوا الفيديو وفرجه ممتعه. اذا نبتدئ على بركه الله. عندي هنا قشره ديال الطماطم، يعني الطماطم قطعتها وخليتها عندي نحتاجها، اللي هي اللب، وهذه فقط القشره ديالها حيدتها لها. كلشي هادو كلهم قشور. هاد القشور هادو ممكن تحتفظوا بهم كذلك في المجمد. كما كتشوفوا انا كنت محتفظه بهم في المجمد وهما عطلقوا لي داك الماء ديالهم. هاد الماء هذا ما كنلوحوش لانه ما فيهم غادي يطيبوا. ان شاء الله هاد كيتشوب هذا غادي نصوبو بطريقه طبيعيه ناتوريل 100%، وما فيه لا طماطم مصفره ولا حتى شي حاجه، واقتصادي. غادي ندير هاد القشيره ديال الطماطم، غادي نزيد عليه واحد القبيصه ديال المليحه، ونشعل عليه النار متوسطه. عندي تقريبا هنايا كيلو، ونخليه يطيب على راحته. ومنين يتهرالي وتهبط لي من هذاك الميها ديالها غادي نرجع معاكم. اذا هانتوما كما كتشوفوا صافي انا طفيت عليها النار، غادي نخليها تبرد لي شويه، تفالي ماشي تبرد كاع، تفالي. وغادي نطحنها مزيان في المونيميكس او الميكسور، نطحنها مزيان مزيان وعاد غادي نرجع معكم. اذا كما كتشوفوا معايا الطنجره اللي طيبت فيها راني خليتها كما هي، غير غسلتها من داك الميها اللي فيها شي شويه، شللتها لحقاش داك العوينات اللي تيكونوا باقيين ديال الطماطم ما بغيتهمش. انا طحنتها، غادي نكبها هنا باش نصفيها. بغيتو ديروها بالقشره ديالها ديروها بالقشره ديالها، ماشي مشكل، حتى هي كتجي زوينه. غير انا يعني ما كنفضلش انني نخليها بالقشره ديالها. صافي انا دابا ملي صفيتها كامله دابا كما كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديالو. صافي دابا غادي نزيد له ربع كاس ديال الزيت ديال الخل الابيض، ربع كاس. 50 غرام ديال سكر حبيبات. عندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه، بغيتو ديروا القرنفل ديروه، انا كنفضل غير القرفه. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال المايزينا اللي ذوبتها مع شويه ديال الماء. كذلك غادي نزيد له شويه ديال الابزار، غير قليل. اللي ما كيبغيش الابزار يمكن له يعوضوا، ما كيبغيش حار بزاف يمكن له يعوضوا بالابزار الابيض. صافي غادي نخلط هاد المكونات كلهم مع بعض، وغادي نخليها على النار يعني خفيفه متوسطه، ونرجع معاكم. صافي انا دابا ملي صفيتها كامله دابا كما كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديالو. صافي دابا غادي نزيد له ربع كاس ديال الزيت ديال الخل الابيض، ربع كاس. 50 غرام ديال سكر حبيبات. عندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه، بغيتو ديروا القرنفل ديروه، انا كنفضل غير القرفه. وعندي هنايا
معلقه صغيره ديال المايزينا اللي ذوبتها مع شويه ديال الماء. كذلك غادي نزيد له شويه ديال الابزار، غير قليل. اللي ما كيبغيش الابزار يمكن له يعوضوا، ما كيبغيش حار بزاف يمكن له يعوضوا بالابزار الابيض. صافي غادي نخلط هاد المكونات كلهم مع بعض وغادي نخليها على النار يعني خفيفه متوسطه ونرجع معاكم. الكيتشوب ديالنا ها هو بدا كيغلي، بغيت نوريكم هذه المرحله هذه، وبغيت ناكد عليكم انكم ضروري انكم التحريك، لانه ما توقفوش من التحريك نهائيا. هانتوما كما كتشوفوا اللون ديالو فاش كيبدا يتعسل كيعطي هذا اللون هذا كاننا حنا دايرين له طماطم مركزه او شيء. حنا ما دايرين له كاع حتى شي طماطم مركزه ولا حتى فلفل احمر ولا اي شيء ملون ولا اي شيء، يعني ناتوريل 100%. غتبقاو غير تستمروا في هذا التحريك ديالو، ودائما على حراره متوسطه دائما. وبالنسبه قبل ما تزيدوا الخل وتزيدوا الفلفل الاسود وداك البهارات، الا بغيتو تخليوها حتى صلصه ممكن تستعملوها، وتستعملوها كذلك في المربى اللي كنا استعملناه ديال الفراوله، يعني ممكن تستعملوها حتى هو فيه. يعني اقتصاديه بزاف بزاف. وهانتوما كتوفروا الطماطم وحدها والقشره ديال الطماطم حتى هي كتوفروها لهذا الشيء ديال لاصوص وهادشي ديالها بحال هكا كيتشوب بحال الصلصه ديال البيتزا، يعني كتنفعكم لكل شيء. وعلى فكره نتوما شفتوا داك النهار درنا الفطيره ديال الطماطم، هي درنا فيها الكيتشوب. هذا الكيتشوب داك الكيتشوب اللي درتو فيها ديال هذا الكيتشوب هذا اللي كنصوبو معاكم. نتمنى انني طريقه الشرح ديالي تكون واضحه. اذا غادي نبقى نستمر في التحريك ديالو حتى نشوفو بدا تيعقد اكثر، ونرجع معكم ان شاء الله نقدمه لكم بالصحه والراحه. صافي الكيتشوب ديالي ها هو دا وجد. القاع ديالو كندير له غير بهذا الشكل هذا، كنلقاه ناشف. صافي كنعرفو وجد. صافي غادي نطفي عليه النار وغادي نخليه حتى نقدمه لكم باش يبرد شويه، باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش غادي يولي، ونقدمه لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. صافي الكيتشوب ديالي ها هو دا وجد. صافي ملي كيبقى يدير هاد الفقاعات هادو كنزيد نتاكد، كنشوف قاع من الطنجره بانه صافي. صافي غادي نخليه يبرد وان شاء الله نقدمه لكم بالصحه والراحه. دابا وصلنا لنهايه الحلقه وجا وقت كذلك التجارب. انا حطيته في هذه القرعه. كنا عندنا هاد القرعي هادو ديال الكيتشوب اللي كنشريوهم الوليدات ولا هذا، ولا حتى حنا الكبار كنحماقوا على الكيتشوب فكنا كنحتفظوا بهم. وهذه وحتى ديك الفيديوهات الكبار حتى هما كنحتفظوا بهم. فهاد القرعات انا كانت عندي هاد القرعه هذه هي، وديال المايونيز كيكون دائما عندي كنحتفظ بهم بحيث الا صوبتهم في الدار يعني كنلقى هاد القرعات عندي موجودين، لانهم بصراحه الله كيجيو كيهبطوا داك الكيتشوب بالقدر اللي بغيتي نتيا. انا عمرت هنايا داك الصلصه اللي صوبت انا وياكم ديال الكيتشوب تبردات ليا مزيان. غادي نكبها قدامكم باش تشوفوا القوام. بسم الله. عطاتني تقريبا 2 القراعي من هاد الكيتشوب هذا. هانتوما القوام ديالو يعني كيتشوب بدون طماطم وبدون طماطم معلبه ولا مصفره وما تشد الحك، بدون فلفل احمر، بدون شيء. طماطم يعني صلصه الكيتشوب 100%. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وتحترموا المقادير اللي عملتها باش تخرج لكم تماما بحال ديالي. ولا عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم واشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.